عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الزوينين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم عطوفة من قناة حكايات عطوفة. اسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف نظرا لواحد الظروف ديال مشاكل في القناة. ان شاء الله تصلح عما قريب ويرجع التفاعل وترجع القناة كيف ما كانت ونحط لكم قصص بزاف، غير صبروا معايا. باردون، حيت عندي المراجعه للقناه في شهر 9 ان شاء الله. غير صبروا معايا، ما تبخلوش عليا باللايك عافاكم. المهم، اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه واقعيه ومؤثره، قصه ديال واحد الراجل اللي غرق في الوهم ديال الحب عبر الانترنت، ونشوفوا شنو وقع ليه من بعد ما ضاع بين الحقيقه والوهم. هاد القصه فيها عبره كبيره، كيفاش الواحد يقدر يتهور ويطيح في فخ النصب العاطفي، وكيفاش هادشي يقدر يدمر ليه حياته وحياة العائلة ديالو. بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا ونبدا القصة ديالنا ونشوفوا كيفاش الحب الكاذب والغدار قدر يحطم كل شيء. ولكن كنطلب منكم قبل ما تدخلوا في القصة وتسمعوها، ما تبخلوش عليا باللايك، واللي اول مره كيشوف القناه اشترك. يلا ندوزو القصه ديالنا. أنا واحد السيد مزوج وعندي 3 البنيات وعمري 50 عام. وقصتي هي أنني كنت لقيت واحد المتعة جديدة كنعيش بها حياتي، وهي أنني نتعرف على بنات زوينات في الانترنت. كنت الصراحة عييت من مراتي وطلعت ليا في راسي، وليت كنشوفها غير مرة ديال الشغل ديال الدار، طيب وتصبن وتخمل لا غير. شي مرات كنت كنحس بها بحال شي حجرة ولا شي صنم في الدار، غير كتعطل عليا ساعاتي كراجل. وبزاف ديال المرات كنت كنحلم انني نهرس داك القيود ديال الزواج ونطلقها ونتهنى، حيت اصلا ما بقاتش كتغريني لا كأنثى ولا كزوجة. ولكن ملي كنرجع ونتفكر بناتي كانت راجع على الفكرة، لانني ما كنتش قادر نخسر العائلة ديالي. الصراحة بيني وبينكم وليت كنفكر مع راسي ونطلب ربي لو كانت تموت ونتهنى منها، يعني تجي الضربة من عند الله، وديك الساعة ندبر لي على شي بنيوته دلوعة اللي ترجع لي شبابي وتريحني ونعيش معها حياة وردية وتعمر بلاصة هاد بوعزة اللي عندي. اما الانترنت عطاني شويه من اللي بغيت، خصوصا في واحد الموقع ديال التعارف كتبت فيه بانني عازب ونقص من عمري 21 عام باش ما نخلعش البنات ويطمنوا ليا. وبدلت التصاور ديالي بالفوتوشوب، وليت كل نهار كنصيد الغزالات الرشيقات، هكا كنت كنسميهم. وبصراحه ما كنتش ناوي نتلاقى مع شي وحده او حتى نهضر معها بالصوت والصوره ولا كاع حتى نتصل بالكاميرا. كنت باغي نبقى غير نشاطي معاهم بالكتابه، حيت الصراحه انا على الواقع ماشي بحال الصواري على المواقع، لا شكلا ولا سنا ولا حتى الصوت. وانا في الحقيقه كنت باغي غير نسمع هضره زوينه من عند البنات باش نشبع الغرور ديالي اللي ولا كيموت مع مرا ما عندها لا نكهه ولا لون. ولكن مع الوقت بدات العلاقه كتطور، ووليت كنهضر معاهم بكلام حميمي، خصوصا من وليت كنصيفط لهم ورود وهدايا من مواقع كيخدموا في الانترنت، وحتى الفلوس عن طريق البطاقه البنكيه. ومن كانت كتوصلهم الهدايا ولا الفلوس كانوا صعيب عليهم يرفضوا يهضروا في المواضيع الشخصيه ولا حتى يصيفطوا لي تصاور حميميه. وهكا ولا الانترنت هو حياتي. كنت كندوز بزاف ديال الوقت قدام البيسي وما بقيتش كنخمم حتى شي حاجه، حيت كنت كنحس براسي فرحان وعندي قوه كبيره. كنت راجل بمعنى الكلمه. البنات المحليات وحتى الاجنبيات باغيني وكيطلبوا مني اكثر من اللي انا قادر نعطيهم. ولذا تسهل عليا الامر هو انني كنت خدام في واحد الشركه كبيره، والمنصب ديالي كان عالي، والصالير ديالي كيسمح لي نصرف بلا ما نحسب. ومراتي ما شكتش فيا نهائيا، حيت انا دوزت معها سنوات كنربيها على انها ما تسولش، غير تهنى وتعيش في الحياه ديالها، حياه الراحه والفلوس. اما بناتي كل وحده مشغوله في الدراسه ديالها والحياه ديالها، لا انا ولا الام ديالهم كنا في البال. وبكلمه وحده كنت كنحسب راسي انني اسعد رجل في العالم. حتى جا داك النهار اللي تعرفت فيه على تاتيانا، واحد البنيه اوكرانيه مطلقه وزوينه بزاف، زادتني اهتمام وما كنتش حتى كنحلم بيه. ولكن في الحقيقه
كون شافتني على الطبيعه راه ما غتعطينيش حتى شريبه ديال الماء في سبيل الله، ولكن حيت معدل التصاور ومع المواصفات الكاذبه والكرم ديالي خلاوها تقتنع وتعطيني من وقتها. طبعا هادشي غير في الانترنت، حيت المسافه بيناتنا الاف الكيلومترات. المهم تبادلنا التصاور ديالنا، ومن صيفط ليها شويه ديال الفلوس باش تعاونها تخلص الفواتير اللي عليها وتصرف على بنتها الوحيده، في المقابل كافاتني بتصاور خارجه على الحشمه. وراكم عارفين كي دايرين هاد التصاور. انا ملي شفتهم دخت يا ربي اشنو هاد الزين، اش هاد الجمال، شي حاجه ولا في الخيال. المهم ولات تاتيانا هوس في حياتي، وما بقيتش كنفكر في حتى شي حاجه اخرى، لا في الماكله ولا في الشرب ولا في النعاس والو. هضرتها كانت معسوله كله حب وغرام وشهوه، وجمالها يا سلام شي حاجه راه ما كتدخلش للعقل. ومع انا راجل في 50 من عمري وكانت تعتبر شارف، وكتموت عليا بنت باقا صغيره يالله عندها 25 عام وواعره وغزاله وفصاله صافي كملات. وليت كنبان بها قدام صحابي في الشركه، وريتهم تصاورها وكنت فخور لدرجه انهم حسدوني وقالوا لي هذه ما تضيعهاش تزوج بها. ولكن كيفاش غندير هاد الخطوه وانا حتى الصوت ما قادرش نهضر معاها، ولا نبغي كاع ندير معاها غير فيديو باش ما نتفضحش ويتكتشف امري. من حسن حظي هي ما كانش كتلح عليا في هذا الشيء، حيت قالت لي ان الانترنت في بلادها كيطيح بزاف بسبب الحرب اللي مدمره البنيه التحتيه كامله. المشكله من بعد هو ان مراتي ولات كتعيفني، خصوصا مني وليت كندير المقارنات بينها وبين تاتيانا، ولات كتجي في عيني بحال شي قرده خايبه وثقيله وجاهله. ومن كثرة ما وليت كنشمئز منها مشيت نعس بيت بوحدي باش نكون حر في مراسلاتي مع حبيبتي الزوينه بلا ما نكون مراقب ولا محصور. المهم مع الوقت بدلت ستايلي وبديت نلبس لباس شباب، حتى وليت كنصدق الكذوب اللي كنت كنكذب بيه على راسي، وكنحس براسي صغرت في العمر بصح. المجاملات زادت، وزملائي في الشركه بقاو كيقولوا لي تزوج بتاتيانا وما خصنيش نضيعها. وواحد النهار قال لي واحد منهم العيالات راه ما كيهمهمش عمر الراجل، المهم يكون عندهم الصرف ويكون كيصرف عليهم. جاوبته انا متردد، واش بصح؟ ولكن انا راه في السن ديال بواها ماشي رياضي ولا رشيق، وزيد عليها مزوج وعندي 3 ديال البنات. جاوبني بواحد الثقه، سمعني مزيان، الفلوس كيديروا كل شيء، ولكن مراتي مستحيل تقبل نجيب وحده فوق راسها، هذيك راه واحد المسخوطه، طلقها. وبناتي بناتك راهم كبار ماشي صغار، طلق المرا وعيش حياتك مع شباب ساتيانا. صراحه عجبني كلام صاحبي وفعلا خديت به، وبديت كنحضر تاتيانا باش نواجهها بالحقيقه. ولكن قبل كنت كنصيفط لها بزاف ديال الفلوس ليها ولبنتها الصغيره، وكنت كنخلص لها المدرسه والحوايج والدواء، حيت البنت كانت مريضه بزاف وصحتها ضعيفه وكتحتاج فحوصات مستمره. كنت كنحول الفلوس حتى للاب ديال تاتيانا، حيت هو بوحدو اللي عنده حساب بنكي وكان عايش في افريقيا وكيخدم الليل مع النهار باش يوفر لقمه العيش لعائلته. اما مراتي فولات شاكه انني على علاقه مع شي وحده، حيت كانت عارفه انني كنقضي وقتي كامل على الانترنت. ولكن عمرها تخيلت ان اللي سكنت قلبي وعقلي وجسدي عايشه في واحد القاره اخرى، وانني كنخطط نبدلها بها اول ما تجيني الفرصه. دازو الشهور وقررت نواجه تاتيانا بالحقيقه. صفت لها التصاور ديالي الحقيقيين وقلت لها انني راجل مزوج وعندي عائله، ولكن وعدتها انني غادي نطلق مرتي ونتزوج بها ونجيبها هي وبنتها تعيش معايا. تفاجات وهي تقطع عليا شي ايام، ولكن حيت انا تعلقت بيها كانوا ديك الايام كيدوزوا عليا بحال الاشهر، وظنيت انني صافي خسرتها. ولكن الحمد لله رجعت وقالت لي انا بصح تعلقت بيك، وحتى الكذوب ديالك نسيته حيت بغيتك. فرحت فرحة ما عمرني حسيت بيها، وبدينا نحضروا الخطوة الجاية باش تخرج من أوكرانيا وتجي تعيش معايا أنا وبنتها في شقة صغيرة كنت كاريها خصيصا لهاد الغرض، حيت ماشي من المعقول أنني نرمي مراتي وبناتي من دارهم على ود باش أنا نجيب مرا جديدة واخا حتى كاع نطلقها.
ولكن بديت كنحس بتاتيانا متردة وسولتها في واحد الرسائل: شنو كاين؟ مالك علاش متردة؟ جاوبتني بكلمات هزو كياني وضعضعوا مشاعري. ما عرفتش واش نقدر نثيق فيك من بعد هاد الكذوب. ايوا شنو الا جيت وما تزوجتينيش؟ وشنو الا رميتيني ولا مليتي مني وبغيتي تهنى مني ومن بنتي؟ فين غنمشي؟ كيفاش غنعيش؟ شوف، بغيت ضمانات قويه قبل ما ندير اي خطوه. وانا باش نطمنها حولت ليها مبلغ مالي كبير، مبلغ خيالي كان هو اللي عندي جامعه، يعني كنز حياتي كامل. ولكن كنقول مع بالي تاتيانا كتستاهل كتر، ماشي مشكل. ومباشرة من بعد ما حولت الفلوس مشيت وطلقت مراتي بالزربة وقلت ليها ببرودة: واخيرا تهنيت منك يا وجه النحس، ما عمري شفتك كضحكي، ديما مغوبشه، ديما طالع لك الدم، غنتهنى منك. جاوبتني مراتي بواحد البروده وقهر واضح عليها: ما كنضحكش حيت ما عمرك عطيتيني السبب يضحك او ليش سبب نضحك عليه. بصراحه طلاقك ريحني، عييت من دور الخدامه ديالك، عييت من تقلباتك ومن انانيتك. كنعيش في الجحيم مع كل نهار، كل نهار وانا عارفه ومتاكده انه عندك شي وحده في حياتك وما كنحسدهاش، بالعكس. عرفتي الا شفتيها وغادي تعرفي شكون هو راجلك. شي انا راه بطال ما كاينش في حالي. ضحكت عليا وضحكتها كانت بحال شي طعنه، ولكن الصراحه ما كانش هادشي اللي هزني. اللي وجعني وقطع لي قلبي بصح هو موقف بناتي مني. عاتبوني بزاف وحلفوا ما يعاودوا يهضروا معايا ولا يشوفوني. وقلت مع راسي ماشي مشكل، غادي نعيش مع تاتيانا. صافت لها البي ديال الطياره ليها ولبنتها، وكنت كنتسناهم في المطار بواحد البوكي دو فلور في يديا ولعبه زوينه لبنيتها الصغيره. ولكن ما جا حتى شي واحد. الطياره وصلات، الوقت داز، وبقيت كنصيفط ليها في الرسائل وحده مورا وحده، ولكن للاسف بلا جواب. وبقيت كنتسنى والقلب كيتكمش والعقل كيتلف. رجعت للشقه حزنان مهموم. شقه كنت فرشتها خصيصا للعروسه ديالي، ولكن بلا عروسه. تاتيانا اختفت من حياتي تماما. وقلت مع راسي يمكن ماتت، علاش درت فيا هكا؟ علاش؟ بكيت وبكيت وصليت وبكيت ودعيت، ولكن والو، ما كان لا جواب لا تفسير. حتى النهار شفتها تاتيانا باقا عايشه. شفت على واحد الصفحه في السوشيال ميديا، طرت من الفرحه وبعثت لها طلب صداقه باش نقدر نراسلها وقبلاتو. كتبت لها وعاتبتها بحرقه وبغيت غير نفهم علاش، ولكن الجواب ديالها كان صدمه عمري. ما عرفش شكون انت سيدي، عمري تواصلت معاك لا بكلمه ولا برساله. شوف، بغيتك تعرف ان بزاف كيستعملوا التصاور ديالي اللي في الصفحات باش ينتحلوا شخصيتي، وبغيتك تعرف انني مرا مزوجه وعندي بنت زوينه وانا عايشه حياه سعيده في زواجي. واضح انك كنت ضحيه نصب واحتيال، ويمكن حتى اللي كان كيهضر معاك يمكن ماشي بنت. الله اعلم، الله اعلم شكون مور هاد التصاور المسروقه. في الاول ما تيقتش هضرتها، ولكن ملي بقيت كنتصفح البروفايل ديالها شفتها مع راجل وبنتها عايشه حياه زوينه وعاديه. بدات ترجع لي التفاصيل اللي كنت كنهملها وبديت نفيق من الغفله. ما عمري سمعت صوت تاتيانا، لا في مكالمه لا في فيديو لا حتى في شي تسجيل بسيط. وحتى داك بواها اللي كان في افريقيا، واش فعلا كان اوكراني؟ صراحه اسمه كان غريب. مشيت كنقلب في جوجل على داك السميه ولقيت النتائج كلها كتشير لعائلات من نيجيريا. يا ربي، واش تاتيانا ماشي حتى بنت؟ واش اللي كان كيهضر معايا راجل نيجيري؟ ما كنتش باغي نتيق، ولكن كل ما فكرت كل ما تأكدت أنني كنت ضحية نصب واحتيال من نوع معروف بزاف في العالم الرقمي وفي مواقع التواصل. مشيت عند بناتي كنطلب السماح وكنت كنرغب ونطلب فيهم يرجعوا ليا، ولكن تصدمت بالاحتقار اللي في عيونهم وقالوها ليا مباشرة: ما بقيناش كنشوفوك راجل. واش الزواج كيستاهل هادشي كامل؟ يا ربي، اشنو درت ليهم؟ شنو درت لراسي؟
الحل الوحيد كان بيد مراتي الاولى، حيت هي الوحيده اللي كانت تقدر تصلح ما تفسد، ولكن حتى هي ما بقاتش بغات تشوفني ولا تهضر معايا. وفعلا ما بقاتش كتقدرني لا كرجل لا كإنسان، خصوصا بعد سنين من الإهمال وسوء المعاملة اللي عيشتها فيها. وفي الشركة ضحكوا عليا، كل شي عرف أنني طلقت مراتي على ود شبح، هكا سماو تاتيانا الشبح. اضطريت نكذب عليهم ونقول قصص خرافية باش ما يعرفوش الحقيقة كاملة. ودابا كنعيش في شقة صغيرة بالكرة، ما عندي لا فلوس لا راحة، غير داك الصالير الشهري اللي حتى هو كنقسمو مع مراتي وبناتي تحت اسم النفقة الشهرية اللي مفروضة عليا بالقانون. اما الانترنت ما بقى عنده حتى معنى عندي، ولا كيسبب لي الغثيان، كنستعملو غير في الخدمة وبس، لا صداقات لا تواصل لا اوهام. وهكا كانت قصة واحد الراجل اللي طاح في حب وهمي في الانترنت، وقصة فيها بزاف ديال الدروس على الثقة والحذر في هذا الزمان ديال السوشيال ميديا. اذا عجبتكم القصة ولا مساتكم ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وعائلتكم باش حتى هما يستافدوا. وباغا نسمع ارائكم وتجاربكم في التعليقات. واش سبق لكم شي حاجة بحال هادي ولا عندكم شي نصائح باش ما نطيحوش في هذا الفخاخ؟ تابعوني باش توصلكم قصص اخرى مشوقة من الواقع. وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.